الناس دي جابوا فأر وحطوه في مية، بس مش علشان يغرقوه أو يقتلوه، لا، المية دي كانت مستحلى بفلوروكربوني مليان أكسجين، يعني الكائنات ممكن تتنفسه زي الهواء العادي. في الأول الفأر كان متضايق ومش فاهم إيه اللي بيحصل، بس أول ما السائل دخل رئته بدأ شوية بشوية يتعلم يتنفس تحت المية. ورغم إن الموضوع كان صعب عليه في البداية، بس كان باين عليه إنه لسه عايش وبيتأقلم. وبعد نص ساعة تقريبا كان الفار بيتحرك عادي ومرتاح. في الحقيقة الناس دول كانوا بيعملوا تجارب على السائل ده علشان يستخدموه في الغطس لأعماق المحيط، لأنه بيحمي الغطاسين من ضغط المياه العالي. وجه اليوم اللي جاك كان بيستعد فيه لاستخدام السائل ده بنفسه عشان ينزل ل20,000 متر تحت سطح المحيط، ولبس عدسات لاصقة مخصوص علشان يحمي عينه، ولبس بدلة غطس مخصوصة، وبدأ يضخ السائل ده جوه جسمه. وزي الفأر بالظبط جاك حس ببعض الضيق في الأول، بس مع كل نفس بدأ يسيطر على نفسه بسرعة. وطبعا ما كانش يقدر يتكلم، فكان بيتواصل مع الفريق من خلال لوحة مفاتيح، وكتب لهم كل واحد لازم يجرب الإحساس الغريب ده. وجاك نط في المية وبدأ مهمته، وكان مطلوب منه يروح لخندق كايمن علشان يلاقي قنبلة نووية ويفككها قبل ما تنفجر خلال ساعة واحدة بس. ونزل بسرعة رهيبة ووصل لعمق 480 قدم وكسر رقم قياسي عالمي، وكان فرحان جدا وقال وهو بيهزر لازم يسجلوا اسمي في موسوعة جينيس. بس الغريب لما وصل لعمق 858 قدم بدأ يحس انه مش مرتاح، وقال ان ايده بتترعش. وزميلته إلي كانت بتكلمه طول الوقت علشان تشجعه وتحاول ترفع معنوياته، وفعلا رجع له الحماس وقال لها اول ما ارجع هتجوزك يا إلي. وجاك كمل نزوله ووصل ل16,000 قدم في قاع المحيط، لكن فجأة معدات الغطس انفجرت بسبب الضغط العالي وفقدوا الاتصال به. وإلي كانت بتحاول تمسك دموعها بس فضلت تشجعه وما يئستش لحظة. وجاك اللي اسمه لوحده قصة شجاعة، ما استسلمش وولع عود صغير علشان ينور طريقه وسط الضلمة اللي حواليه، وكمل نزوله بين الصخور. والدنيا كانت ضلمة بطريقة مرعبة ومفيش أي حاجة باينة، لدرجة إن الكل افتكر إن جاك خلاص انتهى. لكن فجأة لقوا إشارة، وجاك كتب لهم أنا شايف نور والمكان كله منور هنا. والناس افتكروا إنه بيتخيل لأن مفيش ضوء في أعماق المحيط بالطريقة دي، بس الصدمة كانت إن فعلا فيه نور. وفي اللحظة دي جاك اتصدم من اللي شافه،